السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه كل اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. نبدأ كلامنا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزيد النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نقول لكم احنا النهاردة عملنا 20 كيلو لبن، عملناها رز بلبن. وهنقول لكم دلوقتي على المقادير بتاعة الرز بلبن. طبعا احنا عندنا مناسبة، سيلفي بيعمل عقيقة لأولاده، فأنا بعمل له الرز بلبن. تمام كده. أول حاجة معايا 20 كيلو لبن، عملته في الحلة الكبيرة اللي قدامكم دي. طبعا 20 كيلو لبن بياخدوا كام كيلو رز؟ بياخدوا كيلو ونص رز. تمام كده، مع كيسين سكر، مع 4 أكياس فانيليا. هنفضي اللبن بتاعنا. تمام كده. اللي أول مرة يشوفني ويتابعني، أنا إبداعات ومطبخ أم هاجر. أتمنى يكون فيديوهاتي بتعجبكم، وأتمنى تحطوا لي اللايك على القناة. ادعموني بالله عليكم، اوعوا تنسوا اللايك، حطوا اللايك. تمام كده. انا على فكرة بعمل في البلكونة، لان هما بيذبحوا في الشقة، طبعا مفيش مكان في الشقة، ومش عايزة اقول لكم بقى الدنيا عاملة ازاي مكان الذبيح. فانا بعمل بقى الرز بلبن في البلكونة. ده بقى ايه؟ كيلو ونص رز. طبعا انا غسلته ونقعته في المية، وعايزة اقول لك ان هو كده شرب المية بتاعته. تمام كده. خلاص كده اللبن بيغلي معايا، هنزل عليه بالرز بتاعي. وعلى فكرة الرز ده ني، انا مش مسوياه لوحده، هو الرز ني وهيستوي في اللبن. كيلو ونص رز على 20 كيلو لبن. تمام كده. طبعا انا غاسلة ايدي ومعقماها، فانا بشتغل بايدي افضل. هنقلب بقى الرز بتاعنا كده. طول ما انتي قاعدة قلبي الرز عشان ما يتخنش منك ويكلكع منك الرز. يعني كل دقيقتين كده قلبي شوية الرز بتوعك في اللبن. عايزه اقول لك هيستوي وهيلف معاكي. وعلى فكره انا مش حاطه فيه نشا خالص، هو الرز مستوي في اللبن ومنزل النشا بتاع الرز كله في اللبن. فانا مش حاطه له نشا خالص، هو رز بس ولبن. كل شويه كده قلبي في الرز عشان ما يكلكعش معاكي. بصي يعني بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. والله الرز جميل، وبعد ما خلص طعمه في منتهى الجمال. بص الرز معايا خلاص تخن اهوت. بصي كده دخل في السوا بتاعه خلاص. وعلى فكرة ما تحطلوش نشا، هو الرز هيطحن في اللبن ويعمل نشا لوحده، هو اصلا الرز فيه نشا. هنزل بقى بكسين سكر، كيسين سكر على 20 كيلو لبن. هيبقى السكر بتاعه مظبوط، ولا مسكر قوي ولا دلع قوي، بيبقى سكره معقول كده ومظبوط. وقلبي السكر بتاعك بقى كده في الرز. حطيت اللايك ولا لسه؟ اوعي تنسي اللايك، اوعي تستخسري في مهاجر اللايك. وانا بحبك جدا جدا جدا. ويا رب يا رب يبقى أفراح في كل بيوتنا يا رب، ويجعل رمضان علينا خير، ويجعل سنة سعيدة علينا وعليكم أجمعين يا رب. بصي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بص الرز معايا بيستوي ازاي. هنفضي بقى الفانيليا. الفانيليا دي آخر حاجة خالص، بعد ما تطفى على الرز تنزلي بقى بالفانيليا بتاعتك. بصي منظر الرز بتاعي، اللهم بارك، جميل جدا جدا. طبعا قاعدين جنبي حطينا مش صابرين حتى ما انزل الحله ونعبي في العلب. على طول جابوا الاطباق وقالوا حطوا لنا على طول.
ما استنوش حتى الرز ينزل من على الشعلة حتى. لو عجبك الفيديو اوعي تنسيني باللايك على القناة، شير كومنت حلو منك ليا. ده كده الطبق التاني، كل واحد واقف جنبي وماسك طبقه. بجد رز بلبن في منتهى الجمال، روعة بجد. كده بقى نزلت الحلة بتاعتي من على من على الشعلة، وكده بقى عبينا في العلب. وبصوا 20 كيلو لبن عملوا 100 علبة رز بلبن. دي الكمية بتاعتي، دمت 100 علبة.